إحساس ضاغط عليكي ومقيدك، حابس مشاعرك ومعذبك، مشوه أفكارك ومشتتك، والاستمرار فيه بيهددك. تفتكروا بتكلم عن إيه؟ الكبت والكتمان. كلنا ساعات بنلاقي نفسنا كابتين مشاعرنا، بنحاول نخبيها جوه نفسنا عشان ما نجرحش حد أو علشان ما نبينش إننا ضعفنا. لكن يا ترى الكبت ده بيساعدك ولا بيضرك؟ أول حاجة مهمة نفهمها إن الكبت ده ممكن يكون ليه تأثير سلبي على صحتنا النفسية والجسدية. لما بنخبي مشاعرنا ممكن نشعر بالضغط والألم، وممكن ده يسبب مشاكل صحية زي صداع وألم في الجسم وغيره. ده غير الألم النفسي اللي هتحسي بيه، زي بالظبط خرطوم المية. لو المية بتجري فيه والناحية اللي المفروض تطلع المية دي مقفولة، هيفضل يعبي ويعبي لغاية ما ينفجر. علشان كده مهم نتعلم ازاي نعبر عن مشاعرنا بشكل صحي. طيب ازاي اقدر اعبر واتخلص من الكبت والكتمان؟ اول حاجة، حاولي تتكلمي مع شخص بتثقي فيه عن مشاعرك، ممكن يكون صديق مقرب او حد من عيلتك. تاني حاجة، ممكن تكتبي مشاعرك بورقة وقلم، ده ممكن يساعدك تفهميها أكتر وتتعاملي معاها بشكل أفضل. مهم تطلعي كل اللي جواكي دايما، ولو مش عارفة علمي نفسك تعملي كده عشان سلامة روحك وحياتك النفسية. أصل الكبت ده